أقصر أن أضيعها أرضي فلان وفلان، أقصر كثير، قصيرة. عمري كم أنا بعيش؟ أولا أنا ما أعلم كم سأحيا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أعمار أمتي بين 60، يعني أعمار 60 سنة. أقضي عمري أرضي فلان وفلان؟ حياتي أقصر من أن أضيعها بأن أجعل فلان يرضى عني أو أجعل الناس ترضى عني. المهم أن أرضى أنا عن نفسي. أمك يضيع عمرك كله وأنت ترضي بأمك، ما عندي مشكلة. لكن الناس ما رضت عن الله، الناس قتلت أنبياء. تضيع عمرك ترضي الناس شو يقولون عني، والناس زعلوا مني، والناس ما يحبوني. الله يجعلهم لا يحبونك ولا يرضوا. حبايب قلبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير ان شاء الله يا رب. النهارده بقى فيديو كده جديد، روتين حلو كده هيعجبكم قوي. بس كملوا الفيديو معايا لحد الاخر وان شاء الله تستفيدوا وتتشجعوا معايا. بصوا بقى، احنا هننضف مع بعض النهارده المراتب وهنغسل مواعين بقى، وعندنا غسيل، والفيديو هيكون طويل شويه، فايه خليكم معايا كده لحد الاخر عشان تتشجعوا وتستفيدوا. بصوا، انا اول حاجه هنا كده عندي كنت بروق الاوضه اللي هي فيها سريرين الاطفال دي. زي ما قلت لكم انا حطاها عندي بره، يعني غيرت مكانها هي والانتري، بدلت الاماكن. فاول حاجه كده انا هنا عندي كنت فرشه الكبرتات بس على السرير من غير ملايات ولا حاجه، لان انا مش بقعدها كتير، يعني كام يوم بس وبشيلهم. هنا بقى لقيت بقعه على السرير، تقريبا دي كانت بقعه قهوه او حاجه، مش حاجه تانية يعني. قلت بالمرة بقى يلا كده وانا شايلة الفرش احاول اطلعها. فروحت جايبة اللهلوبة دي. بصوا، هي ما طلعتش يعني 100%، هي البقعة بس خفت كده ايه من مكانها شوية. فتقريبا كده اللهلوبة دي كانت عايزة مية عشان يعني تشتغل كده وتعمل رغوة. فانا ما كنتش عايزة ابل المرتبة يعني وكده عشان افرش على طول. فروحت جايبة البخاخة دي عندي، انا حطاها على حوض المطبخ، يعني فيها كلور وفيها مية، بقيتها مية، يعني بعقم بيها الرخامات والبوتاجاز وكده. فبصوا، اول ما رشيت البقعة هي يعني خفت خالص وتقريبا اتشالت. بس فعملت بقى عملت المرتبة دي والمرتبة التانية. انا المراتب عندي كانت نضيفة يعني الحمد لله، بقى لها 8 سنين اهو، ما فيهاش حاجة. بس انا من ساعة ما خرجتهم بقى بره وكده فبقينا نقعد، فبقينا قريبين يعني من الاكل والشرب وكده. بس فقلت خلاص بقى كده انا ما بلتش المراتب قوي فهتنشف على طول، يعني انتوا شايفين بقى الجو حر ازاي. هنا بقى قلت ايه اخرج شوية عن اللون البينك والفوشيا والالوان دي، وهغير احط الملايات اللي هي الصفرة دي، تغيير شوية يعني. خلصت بقى على طول كده هنا اهو، حطيت الملاية ونفضت المخدات الاول بس، وبركب كده الكياس بتاعتها وكده انا اكون ايه خلصت اهو من السرير على طول. عايزاكم بقى تحطوا لايك للفيديو ده وتشتركوا عندي في القناة وتعملوا الجرس على علامة الكل عشان الفيديوهات اللي انا بنزلها يعني كل يوم او يومين توصل لكم وما يفوتكوش حاجة يعني. بس بصوا بقى المرتبة نطفت ازاي، الحمد لله البقعة اتشالت على طول. انا بحب بقى كده لما اركب الملاية بدخلها جوه كده، يعني قليل قوي لما بسيبها طالعة من بره كده، بحس ان هي محكومة اكتر، بتبقى عارفين انتوا شبه الملايات اللي هي باستك دي، بتبقى ماسكه كده في المرتبه وبتستحمل يعني. بصوا هنا بقى ايه، انا قلت همسح بقى الارض بالمره، فشلت السجاده على طول برمتها كده وقلت هنفضها على السلم على طول. بعد كده بقى بدات ان انا هكنس اهو على طول. انتوا لو هتلاحظوا السيراميك عشان لونه فاتح قوي فمش باين فيه تراب ولا حاجه، يعني ممكن حد يقول لي مثلا انتي بتعملي والدنيا نظيفه، بس لا والله انا عشان في اخر دور فتلاقوا عندي دايما في تراب، بس مش باين بقى تراب ناعم قوي. هنا بقى ايه، انا قلت همسح بالاريال اللي هو الجل ده، بيعمل ريحة حلوة قوي. وانا بصوا يعني مش ثابتة بقى على حاجة في المسح، كل مرة بحب كده اشم روايح كتير مختلفة. مرة مثلا امسح بديتول، مرة اللي هو الفينيك ده، ساعات احط كلور بس، وساعات برضو بحط اللي هو المعطر الفريدة ده، بيخلي برضو ريحة الشقة حلوة قوي.
فالمرة دي جبت الاريال ده على طول كده ورحت عاملة الارض بالمقشة بس كده، يعني اللي هو كوزين مية كده وخلاص، عشان برضو انا كنت خايفة على السراير عشان الخشب بتاعها وكده. فبس انا خليت الارض اتبلت كده شوية، ويعني الشقة تنتعش كده، وبنشف بقى على طول بالشرشوبة وبالجردل ده. انا لما باجي امسح الشقة والله عارفين بقول يا بخت اي حد عامل العفش بتاعه والسراير والانتريه وكده على رجول، يعني مش ثابتين على الارض زي دول، فاهميني؟ تدلقي مية بقى وتمسحي براحتك وكده. هنا بقى كنت خلاص كنت لمعت السراير، بس انا مش عارفة المقطع ده راح فين. لمعت الخشب بتاع السراير الابيض ده، وكان فاضل لي بس الكومودينو اخر حاجة وكده تمام. خلصنا اهو، يعتبر خلصنا اوضة. اخر حاجة بقى بعطر بالمعطر اللي هو الفريدة ده، بملى البخاخة ربعها كده مية وبكمل الباقي مية عشان هو تقيل ومركز قوي. بس وبحب ارش بقى على الستاير كده وعلى على الفرش نفسه، ولو هفرش سجاد برضو بحط عليه. فالمهم بقى انا لقيت ايه الدنيا كده حلوة، وبصوا حاسة بنظافة وفي طراوة كده في الشقة. فقلت والله ما هفرش السجاد، خليها كده شوية لحد بس ما ايام الحر دي تخلص، بعد كده نبقى نفرش. انا حابة ان انا يعني انا عندي استعداد ان انا امسح، بصوا كل يوم هي سهلة الحمد لله ونضيفة الشقة، احسن من ان انا اكنس. شايفين؟ كمان كده زين بيلعب براحته يعني بالمشاية. السجادة ساعات بتضايقه وبتخليه يتشقلب كده من على من المشاية، فقلت كده احسن بقى ويعرف يجري يعني ويلعب في الشقة. هنا بقى خدت على طول الحاجة اللي انا شلتها، الفرش بتاع السريرين، قلت يلا احطهم على الغسالة كده على طول. تاخد دورة كده حوالي هي عندي بتبقى ساعة الا دقيقتين، بتكون 58 دقيقة. فبس قلت احط الكبرتتين فما كفتش، فحطيت واحدة والمعاها الكياس بتاعتها. بس كده بقى انا اهو حطيت لها المسحوق بتاعها، وبحط المعطر الدوني في في المكان بتاعه بس، وهظبط بقى البرنامج بتاعها على ساعة زي ما قلت لكم وخلاص. كان عندي بقى في الوقت ده شوية مواعين كده. بصوا بقى، بما اني خلصت اهو اوضه خلاص بره وخلصت منها، فانا دلوقتي كده مشغله الغساله. انا عندي بقى ايه، بصوا بحب اعمل الحركه دي. الميه عندي عشان بتطلع بموتور، فبحب اروح مشغله الغساله في اي وقت انا بغسل فيه مواعين، يعني دايما بعمل الحاجتين دول مع بعض، منها كهرباء واحده في وقت واحد، ومنها ان انا ايه يعني مفضلش اقوم واشغل الموتور للغساله بعد كده اقوم تاني اطفيه. فبعد شوية الغسالة بتقعد تصفر كده عشان عايزة مية للشط، فبقوم تاني اشغله، فاهمني؟ فبتعب من الموضوع ده. فبحب بقى وانا واقفة كده عبال ما بخلص بتكون الغسالة كمان خلصت. هنا بقى كان عندي شوية مواعين اهو، حبة كوبايات كده، مش عارفة كانوا كتير كده ليه، بس انتوا شايفين بقى حر ومشروبات بقى كل شوية، فبنطلع كوبايات كتير قوي. كانوا شوية كوبايات كده، ودول كانوا كام طبق بتوع الغدا يعني. وبرضو الازايز ما كانتش مليانة، بحب املاهم بقى في الاخر خالص لما بخلص. كان عندي برضو البيبرونات بتاعت زين. دي كان فيها انا فتحاها كده فتحة واسعة، يعني بعمله فيها السريلاك بتاعه او الريري، بس شطفتها كده في الاول وقلت ايه هنقعهم في طبق، عشان الريري والحاجات دي كانت بتبقى ملزقة شوية، فبسيبها كده في الاخر خالص، وبعد ما بخلص المواعين بغسلها بالفرشة بتاعت البيبرونات. انتوا هتلاحظوا هنا في كذا واحدة، انا عندي عامله له واحدة صغيرة كده للمية، وعندي واحدة بتاعت اللبن، وواحدة تاني اللي هي باكله فيها الريري. الطريقة دي حلوة قوي لو انت عندك بيبي يعني بترضعيه وكده او بياكل سريلاك، حلوة بقى احسن من المعلقة، بيقعد يبهدل هدومه وبيوقع اكتر ما بياكل. قولولي بقى بتحبوا النوع ده من الفيديوهات ولا لا؟ انا حبيت كده اشارككم معايا يعني عشان تتشجعوا، ولو وراكي مواعين برضو تقومي تغسليها
انا عن نفسي بتشجع قوي لما بشوف فيديوهات الروتين. بصوا بقى، ده الصابون اللي هو السايب، اللي انا قلت لكم عليه في الفيديو، في فيديو فات تقريبا، الفيديو اللي فات او اللي قبله. عايزه اقول لكم حلو جدا والله، ومش فارق حاجه عن البريل او اللي هو الفيبا، لان الحاجات دي انتوا عارفين اسعارها يعني رفعت قوي. فدي حاجه من ضمن برضو يعني افكار كده للتوفير. انا بصوا كمان حاطه هنا في الصابون، انتوا شايفين رغوته عامله ازاي؟ ما شاء الله، حلوة قوي ورغوته جميله. انا عملت عندي عجينه الليمون دي، هنزلها لكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي او اللي بعده. بتشغل الصابون وبتخليه رغوته تزيد كمان قوي. حلوة بقى، عارفين انتوا منها فايدة للإيد للضوافر وكده، ومخليه كمان الريحة جميلة. قولولي بقى ايه رأيكم كده في الإضاءة؟ انا حاسة ان هي كده يعني احسن شوية من الفيديوهات اللي فاتت، فلو هي كده مظبوطة يعني ابقوا اكتبولي في الكومنتات. انا جبت لسه جايبة رينج لايت قريب، فان شاء الله برضو هعمل لكم ريفيو عنها، عشان لو حد حابب يشتريها او حاجة، هي حلوة يعني. بتنفع في التصوير، او لو مثلا عايزة تعملي ميك اب في البيت قدام المراية، حلوة. والاضاءة بتاعتها عجباني اوي بصراحة، سعرها كمان كويس. استنوا ان شاء الله الفيديو اللي جاي هعمل لكم ريفيو عنها. شايفين المواعين نطفت ازاي؟ هنا بقى كنت خلاص كده تقريبا خلصت المواعين كلها، وخلاص كده كان فاضل لي اخر حاجة، بس ان انا اغسل البيبرونات. بصوا انا بحب قوي اتوصى بغسلها يعني. عندي الفرشة، ودي الصغيرة دي بتبقى متعلقة فيها كده مش باينة، دي بتاعت الحتة السيليكون اللي هم الاطفال بيرضعوا منها. لو وصلتي بقى في الفيديو لحد المقطع ده، ما تنسيش اللايك، انا فكرتكم اهو كذا مرة. اللايك مش هيخسرك حاجة، بالعكس هو بس يعني بيخلي الفيديو يزيد شوية في الاقتراحات يعني، ويتشاف من اكبر عدد على اليوتيوب. وعايزاكم تاخدوا لفة بقى عندي كده في القناة، ان شاء الله هتشوفوا حاجات هتعجبكم قوي. شايفين انتوا بقى الضوافر اللي انا مركباها دي اللي انا قلتلكوا عليها لما في الفيديو اللي فات، لما قلتلكم ان انا ركبتها وعملت روتين. انتوا شايفين اهو، بصوا. عايزه اقول لكم اللزق بتاع الصاروخ ده تحفه، ويعني اهو روقت وفرشت ملايات ونضفت مواعين، والبوتاجاز اهو كمان، وعملت حاجات كتير قوي اليوم ده. كمان معايا بيبي صغير، فبصوا بغير له بقى البامبرز، وانتوا عارفين بقى المعركة بتاعت البامبرز. فكويس بقى، بصوا ثابتين معايا ما اتحركوش والله من مكانهم. انا كده بقى لهم اسبوع اهو، ولسه لحد دلوقتي وانا بسجل لكم الفيديو في ايدي. بس قلت بقى يلا اعدي كده على البوتاجاز بالمرة، عشان كنت اليوم ده عاملة اكل كله حاجات محمرة كده في الزيت، فالبوتاجاز اتبهدل يعني، انتوا عارفين بقى الطرطشة والزيت وكده. نضفته بس مسحة كده، وغسلت برضو الحوامل بتاعته، بس كانت العيون يعني مصفرة كده شوية، فما كانش النهاردة الدور عليها يعني ان انا انضفها. بحب كده لما اعملها اكون مش هدخل المطبخ تاني، عشان بسيبهم منقوعين في المية شوية، او بسيبهم طول الليل والصبح بنشفهم. وعايزة اقول لكم بقى الورق الفويل اللي على البوتاجاز ده تحفة بجد يعني، تسلم ايد اللي اخترعه والله. اللي هو التقيل اللي بيحافظ على البوتاجاز، مش بتاع الاكل،
لا النوع ده حلو قوي، هو مخصص كده للبوتاجازات. هنا بقى خلاص كده كنت خلصت، بعد ما خلصت المواعين انا مش بشطب يعني الحوض، بسيبه كده لحد ما اخلص البوتاجاز، عشان انا ايه يعني بفضل رايحة جاية بقى اشطف بالفوطة وبحط الحوامل عليه. فبس بخلص كده وبديله دعكة حلوة بالليفة. اي حتة بقى قريبة قدامي حاسة ان جاي عليها دهون او حاجة باخدها كده معايا وانا بعمل. عملت قدامكم اهو تحت الشباك الحتة دي برضو عشان فيها الشفاط، فالزيوت كلها بتروح على الناحية دي. مين بقى بيحب يغسل المواعين؟ انا عن نفسي بحب اغسل المواعين قوي، وبالذات بقى لو احنا في ايام حر وكده. عارفين انتوا بحب اكتر حاجة في الترويق حاجة يكون فيها مية. بصوا مواعين بقى، بحب اغسل سجاد، بحب امسح. لكن حد بقى يقول لي نفضي شباك مثلا او حاجة فيها تراب او كده، لا بتضايق. هنا بقى خلاص كده الرخامة اهي الحمد لله نطفت. بغسل برضو كمان الطبق اللي انا بعمل فيه المواعين والليفة. وخلاص كده بحب انشف الحوض بقى على الاخر. عارفين نقطة المية على الحوض كده بصوا بتضايقني، ما بحبش ابدا ادخل اعمل حاجة والاقي مية كده على الحوض او على الرخامة. اخر حاجة بقى بعد ما خلصت حبيت ايه اعمل مكافأة كده لنفسي، والدنيا حر كمان وانا واقفة بصور. فبصوا حاجة كده ترطب ايه على قلبي، عشان انا خلاص كنت خلاص في الحر. انا بحب الشكل ده بقى قوي، دي الراحة النفسية بالنسبة لي. ايه رأيكم؟ شايفين بصوا الحوض بيلمع ازاي. هنا بقى كنت لسه برضو شايفين الغسالة هي شغالة، ما كانتش لسه خلصت. انا خلصت المواعين في يعني اقل من النص ساعة. فالغسالة برضو كانت شغالة اهي، كانت خلاص قربت تخلص. قلت يلا بقى ادي المطبخ كده. انا المطبخ عندي صغير قوي بس الحمد لله يعني انا بحبه. وبس كده اديته المسحة التمام. وده كان الفيديو بتاعي النهاردة يا حبايبي، لو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك عندي، واستنوا الفيديو اللي جاي، واشوفكم على خير، ويلا مع السلامة.